من أيام كانت أول حفلة لايف للمطرب محمد عدوية، ده بعد غياب طويل لأسباب هو شرحها لنا. الحفلة دي شاركوا الغنى فيها والده نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية. هنتعرف على كواليس اختيار أغنية الحفلة واللي منها أهد المعبد ونفس الاهتمام، وكمان علاقة محمد عدوية بأغنية الراب والتراب من خلال تصريحاته معانا. حفلة جميلة إن شاء الله. للأسف بقى الظروف الأيام اللي فاتت، ظروف الكورونا والظروف اللي كنا فيها ما كنتش يعني مؤهل نفسيا ان احنا نعمل حفلات تبقى حفلة شبابية وحلوة يعني. هو الأستاذ لا يعني قلت له بصراحة وهو اتشجع جدا وقال لي يا ريت تبقى الحفلة حلوة وشبابية. واحمد عدوية يعني الناس كلها بتحبه انت عارف. في كذا أغنية علقت الحمد لله مع الناس وعملت بيسموه ايه الترند، صح؟ ايوه الترند. الحمد لله نجحت يعني وبس. بحاول بقى اقدم بقى الفن اللي هو اللي يليق دلوقتي على كل المستويات يعني كل الاعمار بقى، فاهمه؟ بحاول اخاطب الشباب اللي بتحب برضو المزيكا دايما المتنوعه. يعني يمكن انا من زمان برضو كنت بعمل الحركات الحكايه بتاعه المزيكا المختلفه، فيها هد المعبد وفي نفس الاهتمام، وفي كمان عملت ريميكس لاغنيه ولا كان. هي كده كده الاغنيه دي كانت من زمان الناس بتحبها، فعملنا لها ريميكس اكتر، ريميكس تاني يعني، فالناس حبتها. شاب اسمه بشوي موزع ومعايا برضو في الباند عازف جيتار. فكرته بصراحة قال لي عايزين نعملها ريميكس، اتشجعت انا وسمعته ولقيت الفكرة حلوة فتشجعت يعني. انا من زمان جدا في مدرسة الحياة واحنا عملنا الموضوع الراب ده مع MTM. هو مروان كمان السداوي حلو قوي في الحته بتاعت الراب دي والتراب بقى والكلام الجامد الجديد ده يعني. الاغنيه كانت من الاغاني القريبه ليا قوي. الموضوع كله متحمس فيه بصراحه، يعني الموضوع انا مبسوط فيه جدا ومبسوط بالمشاركه دي. ردود الفعل عن الاغنيه بصراحه فاجئتني في بعض الاوقات، لان هي يعني الفكره الحمد لله انا راضي عن الاغنيه، بس اللي اتفاجئت بيه كان اعمار الناس كلها. يعني في الاغنيه جت مع كل الاعمار، يعني الحمد لله. دي من الحاجات اللي انا كنت متفاجئ بيها، في اطفال بيسمعوها، في ناس كبار في السن بيسمعوها، والتراب مثلا محبب لفئه معينه وفئه تانية لا. الحمد لله لقيت ردود الفعل كانت مرضيه الحمد لله. محمد شاطر جدا ما شاء الله عليه طبعا يعني، فهو محمد فكر في الفكره وجه عرض علينا. سمعت اغنيه حلوه والله جدا، لسه هنشوف بقى الاستاذ هيقول ايه، احنا هنعمل ايه يعني. لسه الناس بتقول انا بعرف اغني بس انا ما بعرفش امثل يعني، فممكن لو لقيت حاجه يعني انا حاببها ممكن اعمل تست. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.